في سفر الملوك الثاني أصحاح 6 من عدد 8 لعدد 17 في قصة في حياة النبي أليشع. ملك أرام كان بيحاول يعتدي على شعب إسرائيل، ويكتشف أنه أليشع كان بيكشف كل مخططاته، ولما عرف قرر أنه يبعت له جيش ثقيل عشان يقضي على أليشع. وفعلا ده اللي حصل. الغلام بتاع أليشع صحي الصبحية لقى الجيش بتاع ملك أرام حوالين الجبل وحواليهم، فصرخ وقال يا سيدي كيف نعمل؟ وأليشع كان هادي جدا، وببساطة قال له يا رب افتح عيني الغلام فيبصر. ولما اتفتحت عينين الغلام لقى في جيش تاني بقى، بس من مركبات نارية وخيل ناري حوالين أليشع. وأليشع قال له ما تخافش، الذين معنا أكثر من الذين معهم. ببساطة شديدة أليشع كان مطمن إنه الرب رب الجنود رب القوات، في جيش سماوي إلهي ناري حوالين أليشع كان بيحميه، وده اللي كان مطمن جدا أليشع ومخليه مطمن إنه في حماية عليه. وعايز أشجعك وإنت بتسمعنا، رب القوات رب الجيوش إله رب الجنود بيرسل ملائكته ليحميك ويحفظك في طرقك وتشجع دايما بالحقيقة ديت. انت محفوظ محمي، اطمن، ما تخليش حاجة تزعجك، وخليك مطمن زي أليشع ان في حماية وفي رعاية سماوية خاصة ليك، في جيش بيحامي ويحارب عنك. انت مش لوحدك، والعدو مش هيقدر عليك، لأن الرب بيوصي ملائكته عشان يحفظوك في كل طرقك. شجعك اطمن زي ما أليشع كان مطمن، والرب معاك. آمين. في الوقت ده كان ملك أرام بيحارب شعب إسرائيل، وعمل اجتماع مع قادة جيشه وطلب منهم يروحوا مكان معين وجهزوه علشان يكون معسكر للجيش. وقتها أنا إليشع بعت رسالة لملك إسرائيل علشان أحذره من اللي ملك آرام هيعمله، وده أنقذ جيش إسرائيل من جيش آرام. ساعتها اتضايق ملك آرام وسأل قادة جيشه، وفي جاسوس وسطينا بينقل أخبارنا لملك إسرائيل؟ جاوبوا واحد من القادة وقال له لا، مستحيل، لكن عندهم نبي اسمه إليشع، وده رجل الله، وبسببه كانت النجاة، لأنه يقدر يقول لملك إسرائيل كل حاجة جلالتك بتفكر فيها حتى وانت على السرير. أمرهم الملك يدوروا عليا علشان اتسجن، وبعت خيل وعربيات حربية لدوثان، وده كان لإقامتي المكان. والصبح بدري الخادم بتاعي قام مخصوص لما شافهم وراح قال لي يا سيد هنعمل ايه؟ قلت له ما تخافش، الجيش اللي بيدافع عننا أكبر من جيش أرام. ساعتها قلت له يا رب افتح عين الغلام فيشوف القوات اللي بتبعتها ويتملي بالسلام. والله استجاب وفتح عينيه، ولقي جبل مليان خيل وعربيات حربية من نار موجودة حواليا وحواليه. ده إلهي رب الجنود اللي بيبعت قوات سماوية تحارب عني وعن غلامي حتى لو في جيوش كتيرة قدامي. يهوه صباؤوت. واحد من أسماء الله الرائعة رب الجنود، يهوه صباؤوت، والاسم ده بيعني إنه رب القوات أو رب الجيوش، الرب اللي عنده ملائكة بيرسلها لحماية وإنقاذ شعبه ولخدمة شعبه. والاسم ده أول مرة يذكر في سفر صموئيل الأول أصحاح 1 وعدد 3. والاسم ده اسم عظيم، لما تفكر فيه ده بيشجعك جدا إنك تشوف إزاي الرب بيرسل جيشه ملائكته لحماية شعبه. يعقوب في تكوين أصحاح 32 وعدد 1 خارج من معركة مع لبان وداخل على موقعة صعبة تانية مع عيسو، وحب الرب يشجعه ففتح عينيه فشاف ملائكة حواليه، وقال كده يعقوب هذا هو جيش الله. الله عنده جيش سماوي بيرسله عشان يشجع ولاده، يطمن ولاده، يقول لهم
انتوا مش لوحدكم، في حماية عليكم وفي سور من نار حولكم من الملائكة. والحقيقة دي مشجعة جدا. وانت مسافر وانت بتتحرك في دخولك وخروجك، خليك مطمن لأنك محبوب وغالي جدا، ولأن الرب بيحبك بيرسل ملائكته، بيوصي ملائكته بيك انهم يحفظوك. وانت تقدر ترنم مع المرنم في مزمور 46 وتقول رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. تقدر تهتف بالحقيقة دي كل يوم أول ما تجيلك أي مخاوف، والرب الجنود معايا، الرب يحارب عني، الرب يدافع عني، الرب يرسل ملائكته ليحميني. أرسل مرة ملاك لدانيال لما كان في جب الأسود فسد أفواه الأسود ولم تضره. يرسل ملائكته لحمايتك في دخولك في خروجك في أي خطر أنت موجود فيه. يرسل ملائكته ليحميك ويقدر ينقذك مهما كان نوع الخطر اللي أنت موجود فيه. شجعك طمن وأنت بتتحرك، وأنت في أي وقت تهتف رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب، والرب معاك. آمين.